الغيبة الكبرى التي أرادها الله تعالى وتسبب لها المهدي نفسه بقطع سلسلة السفراء. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بقطع سلسلة السفراء بالحديث الوارد عن السفير الرابع، وفي الحقيقة هي الفترة التي نعيشها في هذه الأيام وفي هذا الدهر كله إلى أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالظهور. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أصحابه وأنصاره إنك على كل شيء قدير، واهدنا بهداه وارزقنا رضاه. على هذه الغيبة التي بدأها سلام الله عليه بقطع سلسلة السفراء بالحديث الوارد عنه إلى السفير الرابع رحمة الله عليه، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، عظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.